سلام سلام، اهلا البنات. جيتكم فيديو جديد، روتين جديد كالعاده. ان شاء الله يعجبكم. ابقوا للاخير. وصفات اقتصاديه راقيه تحمر لكم وجوهكم، يعني قدام ضيوفكم ولا وحدكم تتمتعوا بها ان شاء الله. ابقوا للاخير. راح نعطيكم اول وصفه، وصفه التيراميسو ولا فوت التيراميسو، لانه كما نعرفوا التيراميسو الحقيقي نصنعوه بالكريمه جبنة المسكربون. أنا هنايا راح نعطيكم وصفة اقتصادية وراقية والذوق. واش نقول لكم، بنة على بنة. استعملت ذوقين هنا في التيراميسو. كي دخلت بديت حطيت حوايج التحلية على جنب وراني نوجد. بديت نوجد في الحشو تاع البورك. دائما نوجدو هو الاول باش يقعد يبرد، ومن بعد نعمر به الاوراق الديول تاعي باش ما يتقطعوش. نسبق حاجة بحاجة حتى يأذن الأذان. يعني كما قلت لكم دائما في الفيديوهات السابقة، راني ما ندخلش بكري، ديما روتار. ندخل على 4، الله المستعان فقط، يعني ربي اللي معانا. والوصفة الثانية كنت درتها معكم يعني شحال من مرة، وصفة البيضنجان دي باخكة البيضنجان، ولا كل واحد كيف يسميها، بيضنجان محشي. المهم هنايا جيت نقطع، عندي غير 3 حبيبات تاع بيضنجان، حاولت نقطعهم بهذا الشكل، ما نفزتش هذاك الشابو تاعهم، حافظت عليه باش يعطيها الشكل. اللي حبت الوصفة يعني بالطريقة، يعني بالخطوات، ترجع للفيديو السابق. القناة راهي غنية بزاف بالوصفات. قطعت البيضنجان تاعي كما قلت لكم، وندهنوه بالزيت ونحطوه يتشوى، نحطوه في الفرن. والوقت هذا كان نزيد نكمل حاجة أخرى، نكمل الحشو ولا المهم حطيت الحشو تاعي راهو يطيب تاع البيضنجان راهو يتشوى. ورجعت لوصفة التيراميسو. واش نقول لكم، واحد البنة ما شاء الله ما شاء الله. جربوها عينيكم غامضين. كنت درتها معكم صراحة، درت معكم وصفة تشيز كيك، يعني نفس الطريقة المعتمدة عندي، نفس الكريمة. غير اليوم درت لي بودواغ. المره اللي فاتت كي درتها معكم هكا بلي بودواغ، حشيتها بالفراز. اذا شفيتو كان فيديو مطول وممل للغايه. انا نشوف روحي انا ما نحبش الفيديوهات الطوال. اليوم اختصرت لكم الوصفه وجبتها لكم على السريع. غير وصفه اليوم ما درت فيها لا فرز لا بنان لا والو، درتها وصفه كيما نقولوا الوصفه الاصليه يعني تقريبا. غير الماسكاربون برك اللي ما فيهاش، لانه وصفه التيراميسو تجيب بجبن الماسكاربون كما قلت لكم، والماسكاربون غالي 45 ألف لابواط البنات، مش في متناول الجميع. عوضته بالفرماج ديال ريجيم كالعاده، وجات واحد الكريمه. واش نقول لكم، واش يعجبني في التحليه البنات ما تجيش حلوه. هذه هي النقطه اللي نضمنها لكم، الناس اللي تدير في الريجيم وما تحبش الحلاوه. يعني هنا الحاجه الحلوه عندنا هي البودواغ. وشريت 20 ألف كريمه الشونتيي صافي، وكسرتها بهذاك الجبن، يعني راحت خلاص هذيك الحلاوه. تقريبا تقولوا طبيعية هذه التحلية، يعني مش راح تضركم بزاف، وكميات قلال مش راح ناكلوا يعني. انا اصلا درت يعني الاصغر سرسو عندي، درت طبقة تاع لي بودواغ، شمختهم في الحليب بهذه الطريقة، ستفتهم على بعضهم كما راكم تشوفوا. درت طبقة من الكريمة اللي كنت طلعتها. زدت الطبقة الثانية تاع لي بودواغ. تنجموا تروحوا حتى 3 طبقات البنات عادي جدا. انا هنا اكتفيت بطبقتين. وهنا درت ذوقين، لي بودواغ ذوق الليمون وذوق الكاكاو اذا لاحظتوا، باش يجيني ذوق مميز ومختلف، يعني ما يجيش نفس الذوق، يعني حتى اللي ياكلها يعني ما حطيتلكمش الاخر تقولوا واش فيها البنه هذه. يعطيوها واحد البنه ميكست تاع الكاكاو والليمون. واش نقول لكم، منعشه هذه التحليه، تنحي على الخاطر، خاصة لسهراتكم إذا جايكم ضياف توجدوها في وقفة. هذه التحلية صدقوني أنا وجدتها مع الفطور، يد في الفطور ويد في التحلية. وكملت يعني كملتها قبل الأذان، حطيتها تبرد للسهرة. بديت فيها هي الأولى، سبقت فيها هي الأولى، ورجعت هنايا حطيتها في الثلاجة تبرد كما راكم تشوفوا. ورجعت لهنا للطبق الرئيسي تاعي اللي راح نرافقه مع شوية رز وشوية سلطة. وهذا ما كان. كنت حشيت البيضنجان تاعي كما راكم تشاهدوا، زدت له شويه جبن من الفوق. الجبن هذا صراحه نوعيه شويه عيانه، ما عطانيش النتيجه كما نحبها انا. ثم استعملوا شيدار ولا يعني فرماج غوج ولا فرماج. شوفوا الفرماج كل وين يكون نوعيه مليحه ونوعيه غاليه يكون طابق مليح. انا صراحه هنا استعملت الفرماج هذاك برك العادي تاع 10000 12000. الحمد لله. المهم هكذا كما قلت لكم راح نكوروا ونمدوا العور، غير رانا نسقدوا هذه الايامات لي فخيت وقليان وفرات. اليوم حبيت نغير شويه.
قلت ندير الباذنجان. وصدقوني انا اي وصفه نديرها في رمضان نديرها مره واحده ما نعاودش، يعني وصفاتي اللي صورته لكم تصير شهر رمضان، الفيديوهات اللي حطيتها لكم راني نديرها غير خطره، لان كون نعاودها مش راح ياكلوها صدقوني. المره الاولى تنتكل من بعد سايي. هيا هنا درت لهم رافقت لهم شويه رز. الرز هذا ثاني كنت درته معكم رز على السريع. قليت شويه زوج سنينات ثوم، نص حبه بصل، ما كثرتش. وما من الرز اذا حطوا عليه كميه قليله ما با كاس، يعني قل شوي من كاس. وانتم حسب عدد افراد العائله تاعكم تحبوا تزيدوا الكميات ولا تنقصوا. طبعا انا رافقت الطبق تاعي بهذه الطريقه. وباش نصور لكم الحشو تاع البوراك راح الحال صراحه ما عنديش وقت، لانه كما قلت لكم التصوير يشد اليد حبيباتي. المره الجايه ان شاء الله. قليت البوراك كان هذا هو فطورنا واقتراح طاوله فطور اليوم. ان شاء الله اللي حيره تنوض توجد فطورها تهز فكره ان شاء الله. وهنا في السهرة جبت هذيك التيراميسو خليت على الاخر وسوبي دريتها بالكاكاو. هنا كيما قلت لكم باش نكسر الحلاوه، صدقوني ما جاتش خلاص فيها طعم الحلاوه. وانا شوفوا صدقوني كل شيء يتباع لبرا. ممكن كنت تقولوا علاش راهي تتعب وتوجد كامل. انا يعني هذه المره الثانيه في رمضان نوجد لهم تحليه، يعني تاع صنع ايديا كما يقولوا. المهم قلت املكم نقدر نشريها وراهم يتباعوا برا ما شاء الله. لكن صدقوني يديروا فيها محسنات، يديروا ما نبانش كاين في هذوك الكريمات تاعهم وكل شيء. يديروا الجيلاتين ما نبانش اصلهم منين كما تعرفوا. المهم بزاف يعني حوايج نيفيتيوهم كي نوجدوا حنا تحليه كيما هكا نتعبوا شويه ونصرفوا شويه ونوجدوها بيدينا. وانا صراحه نحب تقريبا كل الوصفات نوقف عليهم انا ونوجدهم انا لعائلتي، ونكون عم بالي واش درت فيهم. يعني ما نخاف لا تسمم لا ما نباليش كما قلت لكم. انا مثلا ماده الجيلاتين اكرمكم الله عم بالكم بلي كاين هذيك اللي يشريوها نتاع لامبورطاسيون ماهيش حلال. يعني لازم نوقفوا واش رانا نوجدوا في المطبخ تاعنا، ولا حتى كي نقتنيو حاجه ولا سلعه نكونوا نعرفوا من عند من نشريو. الحاجه الاولى يعني حتى اذا ما حبيتيش تتعبي مادام تخدمي بيدك اشري، لكن اعرفي من عند من تشري، لانهم صراحه الا من رحم ربي راهم يخلطوا ويجلطوا في هذوك الكريم تاعهم. يديروا البايت، يديروا لي جينواز بايتين كيما يطيبوا في النهار ويقصوا هذوك لي شيت اللي يبقاو يديروهم دي فيغين ويديروهم دي تارت كيما هكا. المهم نرجعوا لموضوعنا والطارت تاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. شوفوا لي هذاك القوام تجي صدقوني لا تفرقوها على تاع اللي تشريوها من البرا، بالعكس ابن ونظيفه وكما قلت لكم ترعاها اياد امنه. حوش كنروحوا سالمين الى اللقاء.